المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفصح المجيد. البلاد تحتفل بعيد الفصح المجيد. القشبركة ينظم أسبوعا شبابيا على مستوى المديريات. مشتل مديرية ترى إمني يعمل على تجهيز 250 ألف شتلة. تقدم بالمحادثات النووية بين طهران وواشنطن. باكستان وأفغانستان تتفقان على عدم السماح باستخدام أراضيهما ضد بعضهما البعض. طاقم بعثة فضائية يعود إلى الأرض على متن المركبة سويوز. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفلت البلاد اليوم الأحد 20 من أبريل بعيد الفصح المجيد بحفاوة كبيرة، وقضى المواطنون من جميع الأعمار ليلة أمس السبت في الكنائس المجاورة لهم حتى الفجر، وهم يقدسون ويقدمون الشكر والامتنان. وكالعادة حضر فخامة الرئيس أفورقي إلى كنيسة القديسة مريم في أسمر في منتصف الليل وقام بأداء القداس. وبهذه المناسبة قدم قداسة البطريرك السادس وبابا الكنيسة الأرثوذكسية في إريتريا هدية للرئيس سياس أفورقي. وفي خطابه بمناسبة عيد الفصح هنأ الأبا باسيليوس للشعب الإريتري بأكمله وقوات الدفاع الباسل على نور القيامة، وقد أوصل رسالته الأبوية إلينا كمواطنين بأن نكون قلبا واحدا وكلمة واحدة، وأن نفكر جيدا وأن نعمل الخير بما يرضي الله وينفع وطننا. وقال الأبا باسيليوس إنه بينما نحافظ على عهد أجدادنا وتراث شهدائنا، دعونا نساهم في هذا البلد المقدس، البلد الذي يعمه السلام والعدالة، المزدهر بالعدالة والتنمية والثقافة الصالحة. أقام فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في القشبركة أسبوعا تنظيمات شبابية على مستوى المديريات في محاولة لتقوية الاتحاد وتعزيز دورهم في البرامج التنموية. وقد نظم الأسبوع في الفترة من 5 إلى 12 من أبريل في مديريات دقي وكركبة وسلعة وفورتسا وهيكوتا وبارنتو تحت شعار قوتنا للتنظيم ورؤيتنا للتنمية. وفي رسائلهم قال المسؤول وممثلو الاتحاد في تلك المديريات إن برامج تعزيز التنظيم الشبابي تحظى بالأولوية، لأن فعالية وتأثير الشباب غير المنظم حتى في حياتهم وبيئتهم الشخصية والجماعية لا تساوي فعالية وتأثير الشباب المنظم. وقال القائم بأعمال رئيس الشباب في الإقليم السيد ماريقوس جبر ماتيوس إنه في هذا العصر حيث يتم قياس حضارة البلدان والمجتمعات من حيث الوعي والمعرفة المضمنة لدى الشباب، لذلك فمن الضروري إنشاء منصة للشباب من أجل تعزيز تنظيمهم. وقال إن الأسبوع يهدف إلى تقوية التنظيمات الشبابية وتعزيز دور الشباب في جميع الجوانب. وبهذه المناسبة أكد مدراء المديريات أنهم سيساهمون في إنجاح برامج الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا. يعمل مشتل مديرية ترى أمني في مديرية الدبار والإقليم الجنوبي على تجهيز 250 ألف شتلة لغرسها خلال موسم الأمطار القادم. وقال رئيس المشتل السيد قرماي أرأيا لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا إن العمل بدأ في ديسمبر 2024 بجمع بذور الشتلات، وقد وصل إلى مرحلة إعداد الشتول. وقال فيما يتعلق بأنواع الشتول إنها تشمل الغميطوس والزيتون والجكرندا والفلفل الأسود والسدر وغيرها من الشتول الملائمة لمناخ المنطقة. وأشار إلى أن زبائن المشتل هم من مزارعي الأشجار الأفراد من مختلف أنحاء مديرية الدبار وأجزاء من مديرية دك أمحرم، بالإضافة إلى الطلاب والمشاركين في الحملة الصيفية الطلابية، مذكرا بأن الأشجار المغروسة يجب أن تحظى بالحماية والعناية المناسبتين. وفي الوقت نفسه لعبت أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وبناء خزانات المياه التي نظمها فرع الزراعة في الإقليم الجنوبي بمنطقة ماي موغوسي ضاحية ترى أمني في عام 2024 لعبت دورا مهما في استقرار البيئة وتأمين مصادر مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية.
أثمرت جهود توسيع الخدمات الصحية الجارية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة على تسجيل خدمات رعاية الأمومة نموا بنسبة 5% وخدمات رعاية الأطفال بنسبة 12% في الربع الأول من عام 2025 في مديرية بارنتو. وأفاد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض تمسجان برهاني أن هناك 5 محطات ومركز صحي واحد مجهز الكوادر الطبية اللازمة والمعدات الكافية التي تخدم أكثر من 80,000 مواطن، وأن استفادة المجتمع من الخدمات الصحية المتوفرة يشهد تقدما إيجابيا. وحث الممرض تمسجان المجتمع على استخدام غرف انتظار الحوامل ما قبل الولادة في المرافق الصحية بشكل صحيح، لأنها تساهم بشكل كبير في الخدمات والرعاية الطبية التي تقدم عند الولادة، مشيرا إلى أن ظهور إصابات جديدة بالملاريا بسبب الإهمال في سبل مكافحة الإصابة لدى المواطنين. وأشاد المراجعون بدورهم بتوفر المرافق الصحية المتكاملة بالقرب منهم والخدمات التي يتلقونها مما يمكنهم ضمان صحتهم العامة. أجرت مراكز الشرطة في مدينة عاصب حملة توعوية للمواطنين والطلاب ركزت على مكافحة الجريمة والحوادث. وذكر في السيمينار الذي عقد للطلبة بضرورة زيادة معرفتهم بالقانون وتجنب الإدمان الذي يؤدي إلى ارتكاب أفعال غير قانونية من الجرائم والمخالفات والتحلي بقيم مجتمعهم والاجتهاد في دراستهم. وحث قادة المراكز والضباط على تصحيح إهمالهم في استخدام الطرق بحذر عند ركوب الدراجات الهوائية لتجنب الطلاب من الحوادث المرورية، موضحين أن عدم معرفة القانون لا يعفي عن المساءلة القانونية. وأوضح الضباط خلال لقائهم بالمواطنين أن منع الجريمة ليس مهمة تقع على عاتق الشرطة وحدها، وأن المشاركة الواعية للسكان أمر ضروري. وأضافوا أن الشرطة الأهلية تلعب دورا مهما في منع الجريمة والكشف عن المجرمين. وحث الآباء وأولياء أمور الطلاب على العمل بجد لغرس القيم الاجتماعية في الجيل الجديد. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد العالمي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أحرزت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تقدما، لكن إسرائيل أعربت عن قلقها العميق من أن الاتفاق الناشئ قد يترك طموحات إيران النووية دون رادع، معربة عن خشيتها من تكرار عيوب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. ومع ذلك فقد تقدمت المحادثات مع رفض إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وبدلا من ذلك وافقت طهران على مناقشة الحد من مستويات تخصيب اليورانيوم وزيادة الرقابة على برنامجها النووي وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية. وقد نقلت نيوزويك بهذا الصدد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحذر بين الجانبين نجح في التوصل إلى تفاهم أفضل حول مبادئ وأهداف محددة. وستغطي المفاوضات القادمة التي ستركز على التفاصيل الفنية جوانب رئيسية مثل المستويات القصوى لتخصيب اليورانيوم وحجم المخزون. وحسب عراقجي قد تتيح هذه المحادثات فرصة لوضع التفاصيل في الأيام المقبلة. توصلت باكستان وأفغانستان إلى اتفاق حاسم في الآراء حول عدم السماح باستخدام أراضيهما لأي نشاط غير مشروع ضد بعضهما بعض، واتخاذ أشد الإجراءات صرامة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في كابل، وبشأن القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا إلى كابل. قال إنه تقرر تشغيل نظام التتبع والتعقيب لتسريع التجارة عبر الحدود بين البلدين. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إقامة معارض تجارية منتظمة وتبادل الوفود التجارية للاستمرار في زخم تسهيل التجارة من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين. كما أكدت باكستان وأفغانستان التزامهما بتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة، واتفقتا على أهمية الحفاظ على الانخراط رفيع المستوى. عادت إلى الأرض المركبة الفضائية الروسية سويوز MA26 التي تحمل على متنها
تحمل على متنها رؤوس ورائد فضاء من وكالة ناسا، حيث أنهى طاقم البعثة 72 التابعة لمحطة الفضاء الدولية مهمتهم البحثية التي استمرت 7 أشهر. وعادت إلى الأرض بنجاح المركبة الفضائية سويوز M6S26 التي تحمل رائدي الفضاء الروسيين أليكسي أوفيتشيس وإيزان فاغنر إلى جانب رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا دونالد بيتيب وفقا لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس. وذكرت الوكالة أن عملية الإنزال من المدار والهبوط سارت بشكل طبيعي، وكان رواد الفضاء الثلاثة في مهمة امتدت 220 يوما داروا خلالها حول الأرض 3520 مرة وأكملوا رحلة طولها 150 مليون كيلومتر. في الخبر الأخير في حدث جديد يؤشر إلى طموحات الصين في التكنولوجيات الجديدة، أقيم في بكين سباق نصف ماراثون هو الأول من نوعه شاركت فيه عشرات الروبوتات الشبيهة بالبشر. وضمنت المسابقة نحو 20 فريقا من مختلف أنحاء الصين مع روبوتات تتراوح أحجامها بين 75 إلى 180 سنتيمترا ويصل وزنها إلى 88 كيلوغراما. واحتضنت تاون وهي منطقة مخصصة للابتكار التكنولوجي في العاصمة الصينية المناسبة غير المعتادة فيه، وشارك فيه رياضيون بنشر أيضا إلى جانب الآلات التي تسير على قدمين. وشارك في هذه المسابقة نحو 20 فريقا من مختلف أنحاء الصين مع روبوتات تتراوح أحجامها بين 75 إلى 180 سنتيمترا ويصل وزنها إلى 88 كيلومتر. وقال مهندسون إن الهدف هو اختبار أداء الروبوتات وما إذا كانت جديرة بالثقة، ويؤكدون أن الأولوية هي الوصول إلى خط النهاية للفوز بالسباق. نختم النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الفصح المجيد. الجاشبركا ينظم أسبوعا شبابيا على مستوى المديريات. مشتل مديرية ترى إمني يعمل على تجهيز 250 ألف شتلة. تقدم بالمحادثات النووية بين طهران وواشنطن. باكستان وأفغانستان تتفقان على عدم السماح باستخدام أراضيهما ضد بعضهما البعض. وطاقم بعثة فضائية يعود إلى الأرض على متن المركبة سويوز. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفصح المجيد. دمتم في أمان الله.